السلام عليكم. هقدم لكم طريقة تحميل مجلة ميكي كنسخة إلكترونية مجانا من خلال موقع سهل وبسيط بيقدم كثير من الأعداد القديمة والأعداد الجديدة وعدد من الإصدارات المختلفة مجلة ميكي دار الهلال أو الإصدارات الجديدة من مجلة ميكي نهضة مصر. فيلا بينا. في الأول الموقع اللي هنستخدمه هو موقع مكتبة ميكي. مكتبة ميكي نقدر نوصله من خلال بحث جوجل عادي جدا، لكن وإن طبعا النتائج بتختلف من الشخص للتاني، فهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. بعد ما نبحث عن مكتبة ميكي وندخل الصفحة الرئيسية للموقع، هيكون ده الشكل اللي ظاهر قدامنا. طبعا أنا بقدم الشرح على نسخة الهاتف المحمول. لو بتستخدم أجهزة لوحية مختلفة بشاشات أكبر أو كمبيوتر هتكون ديت الصفحة الرئيسية للموقع قدامك. طبعا زي ما احنا شايفين في الصفحة الرئيسية قدامنا عدد كبير من الأعداد. خلينا مثلا نختار العدد العدد سوبر ميكي 2026. لما بنختار العدد بندخل على الصفحة بتاعة العدد، بنشوف فيه روابط التحميل دايما بتكون تحت صورة الغلاف للعدد. زي ما احنا شايفين كده قدامنا بيكون مكتوب بخط ازرق تحت صورة الغلاف مباشرة رابط التحميل، اضغط هنا، او رابط تحميل البي دي اف لو متوفر برضو بيكون موجود. حتى لو ظهر اعلان تحت صورة الغلاف للعدد برضو بيكون رابط التحميل موجود، وسهل جدا ان احنا نميزه ونستخدمه. تعالوا نحمل مع بعض العدد بكل بساطة. طول ما متوفر رابط تحميل بي دي اف لأي عدد من الأعداد فاحنا هنختاره دايما، لأن البي دي اف بيشتغل على كل الأجهزة وبشكل بسيط وسلس، مش هنحتاج برامج إضافية. هندوس دلوقتي على رابط التحميل. بعد ما بندوس على الرابط بننتقل لسيرفر التحميل، واللي على الأغلب بيكون موقع ميديا فاير. موقع سهل وبسيط، بنقدر نشوف فيه جوه المربع الأزرق اسم العدد اللي بنحمله وحجم الملف. مجرد ما بندوس عليه بيبدأ التحميل مباشرة. ممكن يكون في اختلافات بسيطة من حسب نوع الجهاز ومن مستخدم للآخر، لكن أنا زي ما ظهر قدامي كده هيظهر لك داونلود فايل، وهيظهر لك المكان اللي هيتحفظ فيه الملف. بعد ما ندوس داونلود الملف بيتحفظ عندنا ونقدر نوصل له بكل بساطة، سواء من المكان اللي حفظنا العدد فيه أو من خلال قائمة داونلودز على الجنب اليمين. صفحة موضوع أي عدد بيكون فيها نبذة صغيرة عنه وكمان القصص اللي موجودة جواه، وده بيسهل علينا لو حبينا نستخدم مربع البحث لو عايزين ندور عن قصة معينة في عدد معين ومش فاكرينه، بحيث ان احنا نكتب اسم القصة وساعتها نقدر نوصل لها او نلاقي العدد اللي موجودة فيه. برضو الموقع بيقدم ميزة جميلة جدا هعرفكم عليها دلوقتي، وهي ميزة القراءة اونلاين، ان انت تقدر تقرا العدد مباشرة من غير ما تحتاج تحمله. على سبيل المثال العدد اللي انا اخترته هو عدد ميكي 2025. طبعا الموقع بيدعم الزوم والتكبير بحيث ان احنا نكبر الصورة ونقربها براحتنا حسب ما احنا عايزين. لما بندخل على الويندو اللي هو فيه العدد او التحميل زي كده، اللي برضو غالبا بيكون تحت صورة غلاف العدد، نقدر نقلب بين صفحات العدد، وطبعا نقرب ونكبر من الكادرات حسب ما احنا عايزين. زي ما احنا شايفين دي قصة قصيرة اسمها صيد الحمام لبطوط. يعني انا هسيبكم انتوا تقروا معايا الكادرات. ونهاية طريفة غير متوقعة بالمرة، صديقنا حبيبنا بطوط. بالنسبة لأن البعض ما بيعرفش يستخدم ميزة القراءة أونلاين، ده لأن الموضوع بيحتاج تفصيلة صغيرة جدا، هي إن إحنا لما نحرك إيدينا يكون جوه البوكس الأصفر اللي أنا محدده زي ما انتوا شايفين قدامكم، ده علشان نقدر نقلب بين صفحات العدد. لكن المنطقة الخارجية اللي أنا حاطط عليها خطين حمر دول لو حركنا منهم ده هيكون بيحرك الصفحة الرئيسية للموضوع ومش الصفحات بتاعة العدد. دايما 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 لو لقينا رابط تحميل سي بي ار ورابط تحميل بي دي اف دايما برجح ان احنا نختار رابط البي دي اف لسهولته وسهولة الوصول ليه. بالمناسبة دي قصة شباب دهب، بنصحكم لازم 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 تقروا السلسلة ديت، من أقوى وأجمل المغامرات والقصص والحكايات اللي صدرت في مجلة ميكي. تكمل استعراض في الموقع، وفي هنا مجموعة من أعداد مجلة ميكي نهضة مصر. الصفحة ديت هتلاقوا عليها عدد كبير جدا من المجلات لأعداد نهضة مصر الطبعة الجديدة من أول عدد
برضو اكيد ممكن هتعوزوا تسألوني ليه في مساحات بيضة فاضية في وسط وانا بقلب في الموقع. طيب هي باختصار ديت اماكن بيكون موجود فيها اعلانات، لكن في تركية بسيطة جدا. في بعض الاحيان بتظهر لبعض المستخدمين اعلان دعائي في بوكس زي كده. الاعلان دوت لو شفته هو بيكون مطلوب منك تشوف اعلان لمدة 5 ثواني وبعديها تقدر تصفح الموقع من دون اي اعلانات. بصراحة ميزة جميلة جدا وخاصية كويسة، وكمان هي فيها دعم للموقع، لكن برضو الاعلانات عددها قليل، ودوت كويس ان هو ما بيأثرش على تجربة المستخدم. زي ما انتم شايفين هي مجرد 5 ثواني بس، وبعد كده قدرت استخدم بعدها الموقع، اتجوزت الاعلان وبقيت بستخدم الموقع عادي جدا بدون اي اعلانات تضايقني. زي ما احنا شايفين ديت صفحة اعداد مجلة ميكي. طبعا كل عدد زي ما احنا متعودين صورة الغلاف والقصص اللي موجودة في العدد دوت ورابط التحميل تحتها مباشرة. سهل جدا اي حد يقدر يستخدمه ويحمل من خلاله المجموعة ديت. نتنقل دلوقتي لحاجة تاني، وديت اللي انا بعتبرها الكنز بتاع الموقع، وهي الصفحة اللي باسم مكتبة قصص ميكي وبطوط. الصفحة ديت فيها أكبر مجموعة إلكترونية للقصص، سواء قصص جديدة، قصص قديمة، قصص مترجمة، قصص بتنشر بالعربية لأول مرة. مجموعة كبيرة جدا من القصص لكل أبطال المجلة، ميكي، بطوط، عم دهب، كل الشخصيات اللي احنا بنعرفهم وبنحبهم، شخصيات قديمة، شخصيات جديدة، كله هتلاقي ليه قصص هنا. وعلى فكرة الصفحة دي بتتحدث بشكل مستمر وبينزل فيها قصص جديدة أول بأول. وطبعا زي ما احنا عارفين يا دوبك تختار اسم القصة بس، مجرد الضغط عليه تقدر تحملها وتقراها في أي وقت، تحتفظ بيها عندك على الجهاز، تقدر تحتفظ بيها على الجهاز تقراها في أي وقت وفي أي مكان. لو حبيت أتكلم عن القوائم اللي في الموقع، طبعا هتلاقي إن الموقع مقسم الأعداد حسب الإصدارات، وهنلاقي منها الإصدارات متقسمة لسهولة الوصول ليها. كل عدد حسب السلسلة بتاعته، مجلة ميكي، سوبر ميكي، ميكي جيب، وكمان هنلاقي اختيارات تانية زي سلاسل كاملة وفيديوهات وبرضه هشرح لكم فيها، غير طبعا قائمة المزيد. من الصفحات اللي مش كتير باخد باله منها وهي صفحة لغز ميكي. صفحة لغز ميكي مقدمة مجموعة كبيرة من الألغاز اللي كنا بنستمتع واحنا بنحاول نحلها ونكتشف الإجابة الصحيحة بتاعتها. كمان في فئة السلاسل الكاملة، مجموعة من الإصدارات المختلفة والمتنوعة اللي مش بس مرتبطة بمجلة ميكي، لأ دي بتقدم سلاسل كاملة لأعداد وقصص ومجلات، سلسلة زوم، سلسلة مولوتوف، سلسلة بانوراما، سلسلة سفاري، رجل المستحيل، حتى كلاسيكيات ديزني أو مغامرات سندباد، وغيرها كتير كتير من السلاسل الكاملة في كمان صفحة الفيديوهات، وديت متقدم فيها مجموعة من فيديوهات ديزني المدبلجة باللغة العربية، تقدروا تستمتعوا بيهم وتشغلوهم. في أسفل صفحة أي موضوع برضو في الموقع بيكون موجودة قائمة تصنيفات، نقدر من خلالها نختار الإصدار أو السلسلة اللي احنا عايزينها. اللي هسيبكم وانتوا بتستمتعوا وانتوا بتغوصوا في البحر دوت من الإصدارات والمجلات المختلفة والمجانية. آخرا في ميزة لطيفة في الموقع، إن أنت تقدر تكتب تعليقات على المواضيع أو الأعداد بحيث تلفت النظر لو في رابط قديم أو رابط مش شغال. كمان ممكن تطلب عدد معين أو إصدار معين، أو ممكن تكتفي بتقديم كلمة شكر تقديرا للمجهود اللي متقدم. كمان سهل جدا إن أنت تكتب التعليق كشخص كمجهول بدون الحاجة إن أنت تسجل في الموقع. وعلى فكرة الموقع مش بيقدم المجلة المصرية بس، كمان هتلاقوا العديد من الإصدارات المختلفة زي مجلة ميني، بطوط، مدينة البط، سوبر بط، أجازة مع ميكي، وحتى إصدارات ديزني المختلفة. كل دوت هتقدروا توصلوا له وتلاقوه على صفحات الموقع. وزي ما ذكرت قبل كده كل الأعداد ديت متوفرة للتحميل مجانا بحجم صغير وبأعلى جودة متاحة. وبس كده أكون قدمت لكم طريقة قراءة وتحميل أعداد مجلة ميكي مجانا من خلال موقع مكتبة ميكي. أتمنى تكونوا استفدتم من الشرح، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.